النهارده في ارتفاع بيحصل في اسعار الفراخ البيضاء في البورصه والمحلات. النهارده الشركات والمحطات الكبيره العملاقه هي اللي بتفرض سعرها على الجميع. الكلام ده السعر ده مش تسعير سماسره. السماسره دلوقتي بقوا يتحكموا في السوق بنسبه بسيطه. دلوقتي اللي راكب على السوق ومدلدل رجليه هي الشركات والمحطات الكبيره، وانا ياما بقول الكلام ده وقلت الكلام ده وما زلت هقول الكلام ده ومش هنسكت. ليه؟ قلت لك ان الشركات والمحطات الكبيره لو اتحكمت في صناعه الدواجن وخرجت صغار المربين من الصناعه هتفرض اسعار خياليه في اسعار الفراخ البيضاء. النهارده بس بمجرد انهم حسوا ان المعروض من الفراخ البيضاء خفيف راحت ضربه كرسي في الكلوب النهارده وارتفاع في اسعار الفراخ البيضاء، وهيستمر الارتفاع في اسعار الفراخ البيضاء طول ما المعروض قليل. طول ما المعروض قليل هم عارفين حجم المعروض من الفراخ البيضاء على مستوى جميع المحافظات، لان هم اللي بيتحكموا في السعر. دلوقتي بيفرضوا سعرهم على الجميع.